طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، هنشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. أنا مش مصدق إنه في خبر زي هيك هلأ طلع قدام وجهي، وبدي أورجيكم إياه هلأ. هذا الخبر اللي جدا صادم، ممكن أنتم عارفين already لأنه أكيد راح يكون عنوان الفيديو عن هذا الخبر. في وحدة اوكي، على اساس وحده اسمها ياسمين بتفتح بثوث بالتيك توك، بتنزل فيديوهات، الكل مفكر انها بنت على اساس هي بنت، ومحتواها غير لائق ابدا، يعني محتوى مش منيح، خلينا نحكي زي هيك، مش محترم المحتوى، فاهمين علي انتو اكيد. المهم ألقوا القبض عليها الحكومة المصرية. أنتوا عارفين هلأ شو عم بيصير، عم بنطفوا الحكومة المصرية، ألقوا القبض على كتير. آخر مرة سويت فيديو كان 15 واحد موصل، هلأ يمكن وصل فوق 20 واحد ألقوا عليه القبض عشان المحتوى الهابط. المهم هاي ألقوا القبض عليها، وبالتحقيق اكتشفوا إنه هاي مش هاي ذكر، هذا طلع بالآخر رجال. القبض على البلوجر ياسمين، والمفاجأة صدمت الكل. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا احكي لكم التفاصيل. الأجهزة الأمنية أعلنت القبض على شخصية معروفة على السوشيال ميديا باسم ياسمين، واللي كانت بتظهر في فيديوهات وصفوها بأنها مخلة بالحياة وبتخالف القيم العامة. لكن الصدمة الكبيرة جت في التحريات. ياسمين طلعت مش بنت أصلا، اتضح إنه شاب متحول، ولما فتشوا بيته لقوا أدوات ممنوعة خاصة بالمحتوى اللي كان بيقدمه. دلوقتي بيتحقق مع ياسمين أو اللي كان عامل ياسمين، والموضوع عامل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. عايز أسأل حضراتكم سؤال، هو ده يتعاقب على المحتوى الخادش ولا إنه عامل نفسه ياسمين؟ ربنا ينجينا. بمصر اسمعوا عن جد، بمصر عم بصير أشياء غريبة عجيبة. كشفوا أكثر من صانع محتوى إنه بيتعاطوا. ليه؟ لأنه مسكوهم بسبب المحتوى الخادش، وبالصدفة لاقوا عندهم أشياء ممنوعة، يعني إن كان مخدرات، إن كان حشيش، إن كان حتى أسلحة. كشفوا هاي الأشياء، وهلأ كمان عم يكشفوا إنه في بنات مش بنات أصلاً، في بنات هم ذكور وعاملين حالهم بنات. هدول الذكور أنا والله ضليتني مش مصدق، لأنه حتى يعني بالصورة مبين جد إنه أنثى، بس الفلاتر مخيفة. وانا حكيت لكم قبل، يعني انا هلا لو حطيت فلتر على وجهي حتشوفوني انثى، ممكن واحد منكم يجي يتقدم لي كمان، يعني بتصير عادي جدا. المهم رحت ابحث عن ياسمين، بدي اعرف شو هاي بالضبط، شو بتعمل، شو المحتوى تاعها، شو اللي عم بيصير، هل هاي اشاعة اللي طالع عنها لياسمين ولا جد ياسمين ذكر؟ ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر الشهيرة ياسمين بعد ما وجهت لها اتهامات ببث ونشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. وزارة الداخلية أوضحت إن الإدارة المختصة كانت مرصدة نشاط مثير للانتباه على كذا منصة إلكترونية، والمتهمة كانت معتادة تنشر فيديوهات فيها إيحاءات وألفاظ غير لائقة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح من الإعلانات والتفاعل على السوشيال ميديا. الصراحة شوفوا، بالفلاتر كل إشي ممكن، فالوجه يعني أنا متأكد إنه كل هذا بسبب الفلاتر. لما تشوفها بالحقيقة راح يكون المنظر أكيد إشي تاني، يعني راح يكون واضح إنه هذا ذكر. أنا لسه عم بحكي بصفة أنثى لأنه عن جد مخي مش قادر يستوعب إنه بالآخر هذا طلع ذكر. المهم انتوا شايفين الجسم هاي كلها عمليات، انه عمليات تجميل. هلا صرت بتقدر تعمل اي شيء. اسمعوا، حتى الجسم طلع مش عمليات، هذا ضاحك علينا كلنا. هلا بتشوفوا الفيديو. المفاجأة ان ياسر اللي هو ياسمين ده ما طلعش متحول ولا حاجة، لا ده هو عامل الشخصية كلها او الكاركتر كلها على البنت ان هو ياسمين. انت فاهمني؟ يعني هو مش متحول بجد، يعني مش حول نفسه من ولد لبنت، لا ده هو عامل الشخصية كلها، وانت صدقتها وانا صدقتها والداعمين اللي عنده صدقوه. ذكر متخفي عامل حاله انثى، وقعد بالمشكلة بيضحك على الناس اللي بيدخلوا عنده البث وبيطلع منهم فلوس، وكلياتهم مفكرين انه هاي انثى ومتخرفين عليه، وبالاخر طلع ذكر، طلع ابو حميد قاعد بيضحك علينا. ابو حميد والله لعبتها صح.
المصادر أكدت إن المحتوى ده أثار استياء كبير بين مستخدمي مواقع التواصل بسبب تجاوزاته اللي تمس القيم الأخلاقية. التحقيقات بيّنت إن صاحبة الحساب مش أنثى زي ما كانت بتروج، لكنها متحولة جنسياً، وإن قوات الأمن لقت معاها مجموعة من الأدوات الجنسية، وده زود الشبهات حوالين طبيعة نشاطها والمحتوى اللي كانت بتقدمه. وبحسب المصادر، المحتوى اللي كانت المتهمة بتبثه بيقع تحت بند الأعمال المنافية للآداب، وبيشكل جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، وهي أفعال بيعاقب عليها القانون المصري. الأجهزة الأمنية صدرت تليفوناتها المحمولة وبدأت تراجع كل حساباتها على السوشيال ميديا عشان تحدد حجم نشاطها وعدد المقاطع المنشورة، وكمان تكشف أي علاقات محتملة مع أشخاص أو جهات تانية. والله رحت فيها يا ياسمين رحت فيها رسمي. انت استلموك الحكومة المصرية، وهناك ما في رحمة أبدا. اللي استلموهم للأسف لهلأ ما سمعنا عنهم ولا أي إشي، اختفوا. بس في واحد سمعنا عنه خبر جديد، يلي هو شاكر كان متهم مو بس بقضية انه هو خدش الحياة، كمان في اتهام جديد طلع له اللي هو مخدرات، لانه لما مسكوه لقوا معه كريستال ميث. وفوق هذا كمان اتهموا تهمة جديدة يلي هي غسيل الأموال كتير قاعدة بتصير بمصر، لأنه كان في ثغرة، وبالثغرة هاي كانوا قاعدين بيستغلوها المجرمين عشان يغسلوا أموالهم بمصر. مصر سوت لهم كمين ومسكتهم كلهم مرة واحدة. شاكر اللي حكيت لكم مسك معاه مخدرات، شكله المخدرات مش إله، أو يمكن كانت لاستخدام شخصي، أنا ما بعرف، بس يعني هم اللي مسكوا من كلامهم هذا، هم اللي مسكوا المخدرات معاه، يعني مش من عندي. فشاكر شكله كان يا أما لاستخدام شخصي، يا أما مش للتجارة، يعني لاقوا معه شوي، يا أما هي أصلا مش إله. فعشان هيك قضية التجارة راحت من عنده، واللي هي كمان التعاطي راحت من عنده، وهلأ صار عليه اتهام أسوأ يلي هو 100 مليون جنيه غسيل أموال. النيابة توجه تهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه لشاكر محظور دلوقتي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا أحكي لكم التفاصيل. النهاردة النيابة العامة في القاهرة كشفت تفاصيل قضية صانع المحتوى محمد شاكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، وقالت إنه متهم بغسل أموال قيمتها حوالي 100 مليون جنيه ناتجة عن نشاط غير مشروع على السوشيال ميديا، ونشر فيديوهات فيها اعتداء على القيم والمبادئ بهدف زيادة المشاهدات وكسب أرباح بطريقة مخالفة للقانون. النيابة أوضحت أنه حاول يخفي مصدر الفلوس ويظهرها كأنها من شغل قانوني من خلال شراء شقق وسيارات وتأسيس شركات، وصدر قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. السؤال لحضراتكم، شايفين إيه اللي ممكن يحصل معاه في الجلسات اللي جاية؟ لا تتشمتوا بأي حدا إلا الفوفو بوي اللي انمسك بالبداية، هذا عادي نتشمت فيه. لا عن جد يا أخي خلينا نكون صريحين، لا تتشمتوا بأي حدا، الله يفك أسرهم. ممكن يا أخي هم وقعوا مع ناس غلط، ممكن في ناس وجهوهم لأماكن غلط، ما بتعرفوا يا أخي شو صار. بس مثلا شاكر أنا بشوف، كنت البثوث تاعته كنت أشوف مقاطع، مو البثوث، المقاطع عن البثوث تاعته، كنت أحسه الشاب كتير محترم. فيعني الله يفك أسره، وإن شاء الله يعني تطلع الحق. هو هلأ متهم، اتذكروا هاي الشغلة، متهم، فلسه ما أثبتوا عليه إنه هو جد قاعد بغسل أموال. بس 100 مليون جنيه يعني ما أعرف شو أحكي لكم. يعني مين بعت لك دعم ب100 مليون جنيه؟ يا أما هو يمكن عنده شركات، عنده أشياء تانية إحنا ما بنعرف. وفي كمان وحدة انمسكت، اسمعوا مصر حرفيا قاعدين عم يعملوا كمين لكل هدول صناع المحتوى اللي بيخبصوا. في وحدة كانت تفتح بثوث قلة أدب كتير وكمان مسكوها. يعني هلأ مصر تقريبا بدها تمنع أي حدا يتعدى القيم العربية، المبادئ العربية، أي أشياء قلة أدب بدها تشيله من البثوث، تشيله من صناعة المحتوى، لأنه ما بدها زي تشوه سمعة المصريين، ما بدها الناس تصير تشوف أنه زي هدول المصريين زي هيك عم يعملوا بالسوشيال ميديا، عم بتحسن السمعة. أنا شايف الصراحة إشي خطوة منيحة، يعني هي يعني مو إنه إشي سيء، ما تفكروا إنه اللي قاعد بصير هذا إشي سيء، بالعكس خطوة منيحة. ممكن ناس تانية تشوفه سيء، اللي هي كانت ماخديته كمصدر رزق
انه يطلعوا بالبثوث ويحكوا اشياء قله ادب. القبض على البلوجر هبة طارق الشهيرة بفتاة العباية، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالى احكي لكم التفاصيل. من ساعات بسيطة المواقع المصرية نشرت ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هبة طارق المعروفة على السوشيال ميديا باسم فتاة العباية. التحريات قالت انها كانت بتنشر فيديوهات اتوصفت بانها خادشة للحياء وبتخالف قيم وتقاليد المجتمع، وده كان سبب التحرك الفوري ضدها. دلوقتي هبة بيتحقق معاها وهننتظر نشوف نتائج التحقيقات والإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وأخيرا منتظر تعليق حضراتكم. حيبطل في صناع محتوى بمصر على هاي الحالة. لا طبعا في صناع محتوى جد محترمين، في صناع محتوى بالعكس أنا حتى بشوفهم اللي هم بينزلوا تيك توكات عن قصص من هالأمور. في صناع محتوى بمصر اللي هم ماشيين على الطريق الصح، وفي منهم كمان اللي بيضحكوا وماشيين على الطريق الصح، بس هم عم يمسكوا اللي يعني بيأثرها، اللي بيحكي كلام ما له داعي، اللي بيحكي كلام قلة أدب زيادة عن اللزوم، هدول ما بدهم إياهم. واللي كمان بيستغل مثلا جسمه، مثلا زي البنات بيستغلوا أجسامهم عشان يجيبوا دعم، عشان يجيبوا خواريف، يصيروا يعطوهم فلوس. ما بدهم هذا الشيء يصير. إنه يا أخي استخدموا تيك توك بطريقة عادية، لا تستخدموا تيك توك زي كأنه هو موقع مش عارف إيش. انتوا فاهمين علي؟ خلاص ما ضروري نكتر كلام. المهم اعطوني انتوا رايكم بالتعليقات، شو رايكم بهذا؟ ياسمين ابو الشباب ابو حميد طلع ياسمين بالاخر. وبس والله هذا هو الفيديو لليوم، ونشوفكم على خير، في امان الله. بالظبط ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو؟ فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير باخبار جديدة وقصة جديدة.